اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ازيكم أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني جدا من آخر فيديو قدمته. النهارده هنعمل مع بعض خلطة التسمين للفراخ البيضاء. أنا صورت معاكم الدورة ديت، كنا 12 رمضان 12/3 كنت صورتها وهي كانت لسه كانت استقبال أول يوم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي الفرخة النهارده 29 يوم، فرخة 2 كيلو زي ما انتم شايفين ما شاء الله، و2 إلا ربع. الأوزان جميلة جدا. طبعا هذه الفراخ دي بالقبض نوعها ممتاز جدا. هنعمل مع بعض النهارده خلطة تسمين هتخلي الفراخ تيجي معانا بسرعة، وكمان هتخلي الفرخ يشيل لحمة على طول. والأوزان بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي ما انتم شايفين. حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله. كل اللي يدخل على الفيديو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الفرخ ما شاء الله الأكل اللي بياكله بيرمى لحمة على طول عليه. طبعا معانا ايه؟ معانا معلقتين من الحلبة الحصى. طبعا تقدري تفرمي تطحنيها في الكبة، او كمان تقدري ان انت تغليها وتاخدي المية تحطها في السقاية وتاخدي الحبة تقلبيها على العلف. طبعا العلف ده التركيز 21. طبعا احنا غيرت لهم بعد قد ايه العلف؟ غيرت بعد 25 يوم. اول ما الفرخه جاب معايا كده نص كيلو، عدى نص كيلو 600 جرام، غيرت العلف. طبعا ما بفطمهمش من العلف البادي مره واحده، ببدا احط اول يومين البادي على النامل اللي هو ال 23 وال 21، وبعد كده ببدا اسحبهم منهم واحده واحده، عشان طبعا الفرخ معايا يكون استقباله العلف كويس، وان هو كمان يتعود على العلف ده. تاني هام لازم يكون الفرخ عندي ما يكونش بيسهل، يكون عنده الفضلات بتاعت الفرخ. طبعا بتابعها، مش بحط اكل وخلاص. وبحط برضو ببدا احط له كمان نص معلقه من الخميره الفوريه على العلف، مع حبه البركه، مع نص معلقه من الكركم رافع مناعه. طبعا كل الاعشاب دي جميله جدا، بتساعد الفرخ على استقبال العلف، وبتخليه كمان يسحب معايا، وفي نفس الوقت بتخلي العلف اللي هو بياكله بيحول على جسمه لحم. طبعا الفراخ طالما ما بتجريش على الاكل كده تعرفوا ان الفراخ شبعانه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا السقايه عندي ببدا احط فيها معلقه خل. الخل مضاد سموم جميل جدا، ما بشتريش مضاد سموم، انا بجيب زيت خل بحط معلقه خل على السقايه مرتين 3 كده في الاسبوع. مهم جدا علشان طبعا بيحافظ على الفراخ من الاسهالات، وكمان بيخلي الفرخ معايا التحويل معايا يبان بسرعه. طبعا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. القطع ده عندي بقالها 29 يوم زي ما انتم شايفين. الاوزان ما شاء الله الله اكبر، حاجه يعني ممتازه جدا. كمان لما نيجي نختار نجيب الفرخ اللي هو الفرز الاول، بلاش اللي احنا نجيب الفراخ مكان مش مضمون يعني او مش موثوق فيه، لان طبعا ساعات بيكون الفراخ ساردة وفرز تاني بيبقى استقبالها ضعيف جدا للعلف. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الاوزان جميله جدا. وطبعا الفرخ بيبان عليه عايزه الفرخ. الاعشاب دي مفيده جدا، وكمان بتخلي استقبال الفرخ للعلف حلو جدا، وكمان يعني بتخلي بتمنع الديدان، وكمان بتخلي الفرخ ترفع من المناعه بتاعته، وبتخلي استقبال العلف حلو جدا. بيحول على طول بيرمي لحم، الفرخ بيرمي لحم، بيتحول معانا العلف دوت اللحم على جسم الفرخ. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. كمان ببدأ انضف لهم كل يومين 3 كده، وارش رشة من الجير جميل جدا، علشان طبعا الجو بدأ يحرر. كنت جايبهم كان الجو كان ساقعة. لسه قايله لهم برضو اللمبة الحمراء المية.
وعلى طول دايما بحط لهم معلقه خل في السقايه مضاد سموم من غير ما نروح عند البيطري ولا نصرف. الاعشاب دي مفيده جدا وجميله، حبه البركه وكمان الكركم رافع مناعه، نص معلقه خميره فوريه. بحط الخلطه دي كده مرتين في الاسبوع. لكن الخل ببدا احط كل يوم معلقه واحده على السقايه الاتنين الرجل. طبعا جميل جدا، مضاد سموم، بيخلي الفرخ، بيحميه من الاسهالات، بيحميه من اي اكسده تجيله. طبعا ممتاز جدا، بستخدمه من عمر اسبوع، بيخلي على سقايه الميه. طبعا زي ما انتم شايفين العلف اهوت، لو الفرخ جعان بيجري على العلف، طالما ما جريش يبقى الفرخ مش جعان. مش بنرمي اكل وخلاص، بنشوف الفضلات بتاعه الفراخ. طبعا الفضلات طالما كويسه بنتابعها. لو الفرخ عنده اسهالات ما بحطش خميره، ولا ببدا ان انا احط حاجه. طبعا بعالج الاول الاسهال وبعد كده ببدا احط الخميره. الخميرة طبعا بكتيريا نافعة، وممكن أحط نص معلقة خميرة مع العسل. العسل بينشطها وبيخلي الفرخ ما شاء الله استقباله حلو للعلف. طبعا أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك كتير للفيديو، اشتراك للقناة، كمان فعلوا الجرس على الكل.